شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. هكلمكم على الكريمات اللي جربتها الفترة الأخيرة، ايه الحلو منها وايه الوحش، وبالذات ده اللي كان قالب الدنيا. أنا جربته وجبته وعملت عليه ريلز، أنا مش فاكرة شفتوه ولا لأ، بس هنتكلم النهاردة كمان عليه. وبالنسبة للساش، عشان في عندهم كمان كريم أخضر وبتسألوني عليه حلو ولا وحش، كل حاجة هتكلم عليها النهاردة. فانت أول مرة تشوفيني أنا ياسمين، شرفتيني ونورتيني. حالا اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد. تابعوني على الانستجرام والفيسبوك، اللينكات تحت في صندوق الوصف، بينزل عليه حاجات كتير مختلفة، ووريكم حاجات بشتريها وحاجات بتكلم عليها ممكن ما بتنزلش هنا على اليوتيوب. اول حاجة بالنسبة للكريم ده، الكريم ده اللي اتكلمت عليه امبارح، عشان انا اتبعت لي، انا دخلنا على الصفحة لقينا عرض كريم واحد بس. ابعت لهم على الواتساب، ابعتي على الواتساب، لانه الصفحة دي بينزلوا منتجات لما بيكونوا فاضيين. هم يعني ما شاء الله الله اكبر، عندهم يعني بيتعاملوا كتير قوي قوي قوي، فما عندهمش وقت ينزلوا ابديت جديدة والحاجات الجديدة. فانا ببعت طول الوقت على الواتساب. انا بكلمكم بصراحة، في عروض بيبعتوا لي العروض الموجودة، في عندكم تاني بيبعتوا لي الحاجات الموجوده. فمن ضمن العروض ده حلوه. اول حاجه ده ينفع تستخدمي كريم عين، يعني كله مكونات طبيعيه. الكريمات المرطبه المستورده ايه، بيبقى عليها اختبارات كتير قوي، بتتعمل في معامل، بتتعمل مليون في المية. وخشوا اسالوا عليه، يعني خشوا اقروا على الكريم ده، هكتب لكم الاسم على الشاشه، خشوا اسالوا. ده اشهر كريم في العالم، اشهر كريم مرطب في العالم، كويس جدا جدا جدا. ان ده المكون الاساسي فيه فيتامين ايه. فيتامين ايه ده مهم قوي قوي للبشره. خشي كده على النت تعرفي فيتامين ايه مهمته ايه للبشره. انا كنت بشتري سيرم غالي جدا، كنت بشتري سيرم تقريبا ب 2800 جنيه، علشان ده حلو جدا جدا للبشره. ده انت تستعمليه على الاقل مره واحده في حياتك. ده بيعمل كل حاجه، ده الاعجاز للبشره. اي حاجه للبشره تلاقي فيها داخل فيتامين ايه. اي حاجه تمسكي، اي حاجه عندك، حتى الميك اب بتاعك داخل فيه فيتامين ايه، لان الفيتامين ايه من المكونات الاساسيه للبشره. ما تعملش شيخوخه البشره، ما تظهرش الخطوط والتجاعيد، تعالج البشره وتعمل تماسك في الجلد. فده مهم قوي. تستعملي كريم عين، كريم مرطب، تستعملي كريم على ايدك لو عندك خطوط وتجاعيد في ايدك وعايزه ايدك تبقى مفروده وطريه وفاتحه، لانه كمان بيفتح البشره وبينور البشره، بيشيل تسبغات البشره، بيعمل اعاده جلد جديد. فده لما قلت لكم عليه امبارح عشان الناس مش مستوعبه الكريم ده. الكريم ده اللي هيجربه بجد هيفهموا، يعني انت لازم تجربي عشان تعرفي. فده عامل عليه عرض، بدل ما بتشتري واحد بتشتري الاثنين ب 450. في ناس ما بتقدرش تجيب كميه السيرم وكميه الحاجات اللي احنا بنستعملها، فعايزه حاجه واحده، عايزه حاجات بسرعه جدا، عايزه كريم واحد لكل حاجه. هو ده كريم واحد لكل حاجه، لكل حاجه. عندك خطوط بيضاء في جسمك، عندك اي حته في جسمك مش متساويه مش كويسه، وفيتامين اي يعمل ترميم للجلد، بيرجع جلدك زي ما كان. ده انا بالنسبه لي حلو، عشان كده انا جبت اتنين، انا ما جبتش واحد. قلت لكم عليها دي والله العظيم لا يعرفوني ولا اعرفهم، انا بحلف لكم بالله. انا اهو اشتريت منه اتنين لانه حلو جدا، حلو جدا طبعا 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 يجنن. فانا ما اعرفش الناس اللي على الصفحه، انا بقول لكم اللي انا بعمله. انا ببعت لهم على الواتساب ده كام ادفعوا، بدفع فلوسه، لازم ادفع نص ثمن الحاجه لان عندهم ضغط كبير. يعني الحاجات بالطلب، يعني عندهم كميات، يعني مثلا دي عندهم مثلا 10، عندهم 20، بيقول لك ادفعي نص الفلوس والباقي لما يجي لك المندوب ادفعي الباقي. انا بصراحه بستسهل وبدفع كله، اخلص الحاجه بتجيلي لغايه عندي، انا متعوده عليهم ومتعودين عليا وبقالي فتره عليا، بدفع كله معديه ال 1000 جنيه، عشان تبقوا عارفين السيستم بتاع الصفحه اللي انا بتعامل معاه. انا لما في حاجات بتعدي ال 1000 جنيه بيقول لي يا فندم في بعض المنتجات بالقطعه، فحضرتك لازم تدفعي ثمن القطعه، والحاجات التانيه ممكن ما يقوليش عليها وادفع للمندوب يجي لي. في حاجات لازم تكون بالقطعه لان حاجات غاليه جدا. فده اللي انا بعمله، قلت لكم عليه. انا بعمل كذا وقلت لكم اسم صفحه وقلت لكم الواتساب بتاع الصفحه، الحاجات اللي انا بستعملها. واول ما بينزل عرض انا بقول لكم العرض ده حلو جدا. نجيب الغسول، الفيديو بتاع امبارح انا اتكلمت على الغسول، عندهم 5 انواع من الغسولات او 7 انواع من الغسول، ما تجيبوش الانواع التانيه وجيبوا ال3 انواع دول بس لو انت عايزه تشتري غسول. انا بقول لك الصراحه. تاني حاجه الكريم برضو ده من عندهم، الكريم ده اللي كان قالب الدنيا، الالماني اللي بيفرد الخطوط والتجاعيد، اللي من زمان جدا 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 ومش عارفه ايه، الناس كلها اتجننت عليه اول ما نزل وكان ترند. ده اي كريم مرطب عادي وابسط من العادي، يعني حرام تدفعي ده 600 جنيه. ده كريم عادي جدا. بنسينول احسن منه، عارفين كريم بنسينول احسن منه مليون مره. ده لا، ده لا خالص، ده وحش جدا 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 اكتر ما انتم متخيلين. الكريم اللي كان عامل قلبان فظيع، اللي الماني، اللي جدك وجدتك كانوا بيستعملوه واهلك زمان كانوا بيستعملوه، كل الممثلين زمان كانوا بيستعملوه، هو عشان ما فيش غيره زمان، هو ما فيش غيره فعشان كده حلو. الاثنين دول بقى، الاثنين دول احلى اتنين. ليه بقى؟ الريتينول لكل انواع البشره. تاني حاجه الناس مش عايزه تستعمل سيرم ريتينول، تقدر تجيب
كريم الريتينول ده كريم ريتينول بنسبه زي السيرم بالظبط، زائد مواد مرطبه، يعني مش هيعمل لك التهاب في البشره ولا هيعمل لك اي مشاكل في البشره ولا اي حاجه في البشره خالص 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 خالص. بالعكس ده بيهديها، وفي نياسيراميد وفي هيالورونيك اسيد وفي مواد مرطبه زائد الريتينول، بس نسبه الريتينول هنا زي السيرم بالظبط، فده هيبقى حلو جدا. طيب انا ليه قلت الازرق؟ عشان ده عليه عرض، ده عليه واحد طبعا من صفحه الشركه نفسها، صفحه الساش نفسها. فده الازرق ده، الازرق ده ينفع برضه كل انواع. مفيش حد بشرته دهنيه طول الوقت، غير بعض البشرات هي بشره جافه، الجافه اغلبيتها طول السنه جافه، فلازم تستعمل حاجات قويه. غير كده انت بشرتك دهنيه بتتظبط وبتبقى كويسه ومفيش حبوب طول الوقت، ده ينفع. ما تجيبيش حاجه بعد فتره تتعالجي منها تبقي كويسه فتضطري تستعمليها وتبقى مش لطيفه، يعني مش هتاخدي منها الترطيب الكويس. فجيبي حاجه ترطيب، ده ترطيب، ده هيالورونيك اسيد زائد مكونات ترطيب تانية بترطب البشره، تحطي كميه بسيطه منها. وده ريتينول هتستعمليه بالليل، فده مهم. او انت بتعالجي بشرتك، عالجي بشرتك، يعني لو في حبوب عالجي بشرتك دهنيه جدا جدا جدا، خلاص اوكي هاتي اللي انت متعوده عليه الكريم الصبح، بس بالليل هاتي ده. يعني البشره الدهنيه دهنيه فيها اي مشاكل هاتي ده. الريتينول بيصلح البشره، الريتينول بيرجع البشره، الريتينول بيشيل اثار الحبوب، الريتينول بيفرد الخطوط والتجاعيد، الريتينول بيزود الكولاجين في البشره، الريتينول بيحسن البشره جدا جدا اكتر ما انت متخيله. الريتينول بيعمل كل حاجه، الريتينول ده حاجه عبقريه. فده لازم يكون عندك لو انت مش هتستعملي سيرم الريتينول، بجد ده حلو قوي قوي قوي. ولاي سن، اي سن يقدر يستعمل الكريم ده، اي سن. ابتدوا من بدري عشان تحافظوا على بشرتك، يعني لازم بدري، ولازم كريم شمس. اهتم بكريم الشمس جدا جدا، صيف وشتاء، صيف وشتاء مهمين جدا جدا للبشره، عشان بشرتك اللي انت عملتيه ده كله ما يروحش في لحظه. كده لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنت، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.